هاد الفيديو مهم بزاف من الناس اللي كيعانيو من مشكل تسوية وضعيتهم القانونية. الناس اللي عايشين بلا اوراق قانونية، وهاد الناس اللي كانوا كيستافدوا من دورية فالس. غادي نهضروا في هاد الفيديو شنو هي دورية فالس. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش، غادي نحكي لكم واحد القصه ديال واحد الاخت اللي جات من اسبانيا لفرنسا باش تستافد من هذا القانون اللي كان يعني كيطلب واحد الشروط. غادي نهضر حتى على الشروط اللي كان كيطلب. خليكم معايا هذا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا هذا القانون واش باقي واش ما بقاش، علاش الناس شنو كانوا كيستافدوا ملي كانوا كيدفعوا به. كذلك غادي نعرفوا شنو هو الحلول بالنسبه للناس اللي ما بقاوش يقدروا يستافدوا من هذا القانون. خليكم معايا في الفيديو حتى الاخر وغنفهموا كل شيء ان شاء الله. معكم ليلى من قناه حياه ليلى. كنقول لكم شكرا بزاف، غير هو تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر وما تنساوش ديروا لايك واشتراك وتخليوا لي شي تعليق. نبداو على بركه الله. المهم بالنسبه لهذا القانون فالس شنو هو بعدا باش الناس اللي ما عارفينوش يعرفوه. ببساطه قانون فالس او دوريه فالس كانت كتعطي فرصه لبعض الناس اللي في فرنسا بلا اوراق قانونيه، يعني حارقين، باش انهم يقدروا يصيبوا الوراق ديالهم. وكانوا تقريبا تصوروا 30 الف شخص في كل عام اللي الناس كتسوي الاوراق ديالها او كتصيب وراقها مع هاد الدوريه. هاد القانون او هاد الاجراء القانوني كان تصدر في 2012 تحت الحكومه رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس. داكشي علاش سميتو قانون فالس او دوريه فالس. والهدف كان هو اعطاء فرصه لبعض المهاجرين اللي عايشين هنا في فرنسا لمده طويله بدون اوراق قانونيه باش يصوبوا وضعيتهم القانونيه. هنا غنعرفوا كيفاش كان كيخدم هذا القانون. الدوريه او قانون فالس كان كيتعطى الحق للسلطات المحليه او في بريفكتور انهم هما اللي يعطيو تصريح الاقامه استثنائي لبعض المهاجرين في حالات خاصه. يعني هذا التصريح كان كيعطيهم حق الاقامه والعمل بشكل قانوني في فرنسا. ولكن الشروط القانونيه ديال فالس لتسويه الوضعيه، الناس اللي كانوا كيستافدوا من هذا القانون خاصهم يستوفوا او يكونوا عندهم هاد الشروط باش يتم القبول الطلب ديالهم. من بين الشروط الرئيسيه كانت مده طويله في فرنسا، يعني لازم المهاجر يكون عايش في فرنسا مده ديال 5 سنين على الاقل بدون اوراق قانونيه. هاد المده كانت ضروريه باش يتم القبول الطلب. ثانيا كان خاص يكون الاندماج في المجتمع الفرنسي. هنا غادي نكمل لكم ديك الاخت اللي عاودت لكم اللي جات وحققت هاد الشروط كامله وفي الاخر تصدمت. يعني هاد الشروط هي اللي كانت وفرات الإقامة 5 سنوات ثم الاندماج في المجتمع الفرنسي. يعني ضروري خاصو يكون منخرط في الحياة الاجتماعية، خاصو يكون خدام، خاصو يكون كيدير دراسات أو عنده روابط أسرية إلى آخره. العمل أو استقلال مالي، كان هذا الشخص خاصو يكون خدام بشكل مثلا إذا كان هذا الشخص خدام بشكل قانوني أو كيحقق واحد الدخل ثابت، هاد النقطة إيجابية لطلب التسوية. اما الاشخاص اللي عندهم مهن معينه او خدامين في المهن اللي فيها خصاص اللي هي ميتي اون تونسيون، فهادو عندهم فرصه اكبر. كذلك من رابع حاجه خصو يكون عند هاد الاشخاص اللي عندهم خاص يكون عندهم اولاد متمدرسين في فرنسا، يعني عندهم وليداتهم داخلين هنا في فرنسا، حتى هما كتعطيهم كتكون عندهم فرصه اكبر. وكيفاش كان كيتم التصريح ديال هذا القانون في البريفكتور، يعني الناس ملي كيمشيو يدفعوا عند المسؤولين المحليين او السلطه التقديريه، هما اللي كانوا كيقرروا كل حاله على حده. يعني كاين اللي كيقدروا يوافقوا ليه وكاين اللي ما كيوافقوش ليه. داكشي علاش هذا القانون واخا هكاك ما كانش عنده واحد كيف نقولوا حق قانوني مضمون. يعني كل حاله البريفكتور هو اللي كيحدد على حسب الوراق اللي عطيتيه، هو اللي كيقول لك واش يقبل او يترفض.
ما كانش مضمون بحال هذا القانون اللي كاين دابا، اللي هو ديال قانون الهجرة الجديد اللي كاين حاليا. باختصار بان هذا قانون فالس كان واحد قانون كيساعد المهاجرين اللي عايشين في فرنسا بلا اوراق قانونيه باش يقدروا يستقروا بشكل قانوني. ولكن مع هاد التغييرات الجديده هاد الفرصه تبدلات، والناس اللي كانوا كيعولوا عليه ما بقاتش هاد الوضعيه. وهنا غادي نرجعوا الاخت اللي كانت في اسبانيا واللي كانت معوله على هذا القانون، ومن بعد الاقامه ديال واحد 5 سنين هنا في فرنسا، ولادها داخلين يعني داخل المدارس وحققت كاع الشروط، ومع الاسف كانوا عندها اوراق الاقامه ديال اسبانيا فقط 5 سنين، وديك 5 سنين اللي بركات لنا مشاو لا الاوراق ديال يعني تلغاو لا الاوراق ديال اسبانيا. وملي دفعات في هاد السنه هذه لقات بان هذا القانون راه ما بقاش. هنا غادي نهضروا على القرار اللي كان خرج به وزير الداخليه، عطى قرار ديالو باش غادي يتوقف هذا النظام ديال تسويه الوضعيه استنادا لدوريه فالس. والهدف ديال الوزير هو انقص عدد الاشخاص او تقليص عدد الاشخاص اللي كيتسوى يعني او كيتسوى الوضعيه ديالهم بهذا القانون، لان الحكومه بغات وكتركز اكثر على كي قلت لكم تقليص الهجره بشكل عام. يعني ما باش يحددوا ما يبقاش هاد الناس اللي كيجيو بكميات وفيره معولين على القانون فالس. يعني الا جا هنا فرنسا وبقى هاد المده، وخصوصا اللي جاب معاه ولادو، فهو يعني كيدفع في هذا القانون. وبزاف اللي كانوا كيتعطاهم هذا القانون كي قلت لكم واخا هو كان على حساب البريفكتور، كاين اللي كيقبلوا ليه كاين اللي ما كيقبلوش ليه، ولكن كتخلي الناس يطمعوا انهم يدخلوا لفرنسا حارقين، يعني طمعانين في هذا القانون. فهنا الوزير الداخليه فهو وقف هذا ووجه الكلمه لجميع البريفكتور اللي في فرنسا بان هذا صافي ما يوقفوا هذا القانون، ما يبقاوش يعطيو الناس. وهذا الشيء اللي وقع للسيده، يعني ما جات فين تكمل 5 سنين من ظهرها طاحت بان راه هذا القانون تسد. ولكن واش الناس اللي كانوا معولين هذا القانون صافي تسد زعما كاينه الباب في وجههم؟ فلا، فهنا يقدروا يستافدوا من قانون الهجرة الجديد اللي كاين حاليا، وخصوصا راه المده ديالو ماشي كبيره، راه المده ديالو غير عامين. والناس اللي هما ديجا هنا راهم يقدروا يستافدوا من هذا القانون كي قلت لكم. وهذا هو اللي انا خدام عليه. يعني كنقول لكم شنو هما القوانين اللي طالبين على حسب جميع الحالات. ما عليكم غير تخليكم معايا في الفيديوهات ديالي وديروا تفعلوا الجرس باش غادي نهضر عليهم كاملين باش تكون الامور واضحه. والواحد بحال مثلا هاد الاخت هذه اللي كو كانت على علم بهاد المواضيع هذه، راه ما غاديش كانت غادي كي كنقولوا حنايا غادي تصيد حتى لاخر لحظه وغادي وما على بالهاش بان راه كاين هاد القانون ديال الهجره الجديد اللي تقدر تصيب فيه الوراق. فهنا كيف قلت لكم وزير الداخليه طلب من البريفكتور بانهم يوقفوا هذا القانون ديال فالس، ما يبقاوش يصيبوا الوراق بهذاك القانون، ولكن غادي يبدلوا بقانون الهجره الجديد. يعني بحال غادي تبدل هذا بهذا اللي فيه زعما كاينه ضمان اكثر. وفي هذا القانون هذا ماشي بحال الاخر كانوا محددين فيه العدد. القانون فالس كانوا محددين 30,000 في العام، ولكن هذا لا، ما محددينش. يعني الا جبتي لهم هذاك الشيء اللي طالبين منك فهنا عندك يعني 100% يصيبوا لك الوراق. وخصوصا هما راه كيركزوا على ميتي اوتونسيون، يعني المهن اللي عندك فيها واحد الخصاص هنا فرنسا، يعني واحد المهن محدده. وباقي واحد الحاجه اللي بغيت نقول لكم بان راه القانون انطلق يعني تم الموافقه عليه في 2024 في يناير 2024 ولكن راه بدا التطبيق ديالو حتى شهر 7. بعض القوانين ماشي كلهم، وكاينين شي قوانين اللي باقا ما تنفذاتش واخا خرجات وتوافق عليها، ولكن كيتسناو داك يعني كيقولوا لي ديكري، ما عرفتش كيفاش نقولها لكم، يعني يتصدر داك القانون. يعني صافي يعطيو موافقه بالتنفيذ القانون. هادشي اللي بغيت نقول. كاينين شي قوانين اللي باقي بحال مثلا ديال طلب الاوراق وبخصوص اللغه
بالنسبه للجنسيه او بالنسبه اوراق الاقامه طويله الامد، هادو راه باقيين. بالنسبه للغه راه باقي ما طبقش هذا القانون، ولكن ديال الانتغراسيون راه طبق. او قانون واحد اخر حتى هو بدا كيطبق، رانا درت عليهم فيديو اللي فاتوا. هادشي اللي بغيت نقول لكم، يعني خليكم معايا في الفيديوهات، تبعوا معايا ملي غيخرج شي قانون وبدا التنفيذ ديالو غنقول لكم راه بدا في التنفيذ. الا كان باقي ما بداش في التنفيذ غنقول لكم راه باقي ما بداش في التنفيذ. المهم هذا كل ما كيخص القانون فالس والقرار ديال وزير الداخليه اشنو طلب من البريفكتور باش انهم يوقفوا هذا القانون. وقلت لكم علاش، هو الهدف ديالو باش الناس مابقاوش يجيو يعولوا على هذا القانون. وحاجه اخرى اللي بغيت نقولها لكم قبل ما نكمل الفيديو، يعني في الاخير غادي غير نقول لكم بان هذا التغيير في السياسه ديال الهجره جا من بعد وعود ديال وزير الداخليه اللي قال انه غادي يستخدم جميع الوسائل باش يقلص الهجره او ينقص من عدد المهاجرين. وقال انه ماشي كل شيء عنده الحق زعما باش يصيبوا له الوراق، وباغي يركز على احترام القوانين. بغيتش نزيد نطول عليكم الفيديو، لو وصلتوا حتى لهنا نقول لكم شكرا بزاف، وما تنسوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الناس اللي يهم هذا الامر. وحتى الفيديو القادم ان شاء الله باش نكملوا هذه السلسله ديال قانون الهجره في فرنسا. وشكرا، مع السلامه.